أنا لسه جاي الامارات جديد، اشتري خط ضوء ولا اتصالات؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بفيديو جديد على قناه بيوز الزوزه وسلسله فيديوهات الزوزه في الامارات. النهارده هنقارن بين اتصالات وضوء. الفيديو هيكون متقسم لخمس حاجات. اول حاجه هقول لك انواع الخطوط في الامارات، تاني حاجه هقول لك اسعار الخطوط، تالت حاجه هقول لك الباقات اسعارها كام، ورابع حاجة أنهي واحد فيهم الشبكة بتاعته أقوى، خامس حاجة مفاجأة بإذن الله. طيب يا جماعة، في نوعين من الخطوط، نوع اسمه prepaid ونوع اسمه postpaid. نتكلم الأول عن البريبايد. prepaid يعني خط مسبق الدفع. يعني إيه؟ يعني أنا بروح بشحن رصيد مثلا ب20 درهم وبستخدم عايز أعمل باقة، عايز أستخدم منهم 5 درهم، أستخدم لحد ما الرصيد يخلص واشحن تاني. الرصيد بتاعي خلص بعد شهر شهرين اشحن تاني، الرصيد بتاعي خلص بعد 5 ايام اشحن تاني، عشان اعرف اتعامل بيه سواء مكالمات او نت. وطبعا النوع ده مناسب جدا للناس اللي لسه جايه جديد ومش عارفه الدخل بتاعها كام، فده مناسب. لسه الدنيا مش معروفه، فده مناسب على قد ما معاك انت بتعمل الباقه بتاعتك. طيب النوع التاني اسمه بوست بيد او بيل سيم كارد. الخط بيكون فاتورة. يعني ايه؟ يعني بيبقى انترنت ومكالمات محددة ليك طول الشهر، يعني بعد ما يخلص الشهر بتدفع الفلوس، بتبقى محددة. يعني 125 مثلا دقيقة و50 جيجا بايت نت في الشهر. دي حاجة ثابتة خلاص كل شهر، وكل شهر مثلا هتدفع لك 125 درهم. ده بيبقى فاتورة حاجة ثابتة كل شهر. ده ينفع مع مين؟ مع الناس اللي خلاص استقرت في البلد تمام وعارفة دخلها كام ومحتاجة مكالمات وانترنت كتير، ساعتها بتعمل ايه؟ الفاتورة. لكن لو انت مش محتاج مكالمات وباقة نت كتير، فالافضل اللي انت تبقى مع البريبيد اللي هو مسبق الدفع، وانا دايما برجح المسبق الدفع احسن. تاني نقطة هنتكلم عنها هي اسعار الخطوط. في حاجة جميلة جدا عاملاها اتصالات، وهي ان ليك 3 خطوط مجانية لو معاك الإقامة وسنك من 18 ل 29 سنة. والخط اللي معايا انا جايبه بالطريقة دي، وحاجة الصراحة مفرحاني جدا. طيب عامة لأي سن وحد مع إقامة الأسعار بتبقى عاملة ازاي؟ لو قارنا مفيش فرق خالص. اتصالات شبه دو يعتبر بالظبط، فروقات بسيطة. ممكن دو تكسب شويه في حته اللي هي مثلا لو انت اشتريت مثلا خط من هنا ب 30 ومن دو ب 30، ممكن تلاقي الجيجا بايت في دو اكتر شويه والمكالمات اكتر شويه، فالدو بتكسب بس في الحته دي حاجه بسيطه. طيب بالنسبه لاسعار الباقات، انا معايا خطين يا جماعه، معايا خط اتصالات وخط دو. الصراحه افضل باقه في الاثنين باقه بتتعمل ب 50 درهم، بيديك 30 جيجا بايت كل يوم. جيجا بايت 1 جيجا بايت، تستخدم 1 جيجا بايت في اليوم، وبيديك معرفش كام دقيقة بالظبط، بس دقايق يعني تقدر تستخدمهم طالما انت مش بتشتغل من المكالمات، لا بمجرد بس اتصالات عادية كده، فهيتوفروا معاك لآخر الشهر. فدي أفضل باقة اللي هي ب50، بتدفع 50 درهم وتريح دماغك بقية الشهر، معاك مكالماتك ومعاك الإنترنت بتاعك. طيب لو فكينا نفسنا من الباقة دي، الباقات التانية، انا الصراحه استخدمت الاثنين، والله انا مش متحيز لحد، الاثنين كويسين، بس لقيت ان باقات الدو افضل، رغم ان انا بستخدم اتصالات اكتر وخط الاتصالات مهم بالنسبه لي اكتر، بس لقيت باقات الدو اوفر، وفي ميزات فيها مش موجوده في اتصالات. يعني في ميزه اللي انت تفتح ساعتين نت بسرعه معينه، بس بسرعه يعني شغاله كويسه ب3 درهم، ما لقيتهاش موجوده في اتصالات. وحاجات بقى من دي لقيتها بدو وما لقيتهاش في اتصالات، بس كده. طيب بالنسبه للشبكه، الشبكه في اتصالات افضل من دو. اتصالات هتلاقيها مغطيه كل الاماكن، حتى لو انت بعيد عن المدن هتلاقيها مغطيه كويس. لكن دو كويسه جدا في دبي، في ابو ظبي، في المدن نفسها جوه المدن، لكن بعيد هتلاقي اتصالات كويسه جوه المدن وبعيد كمان، فاتصالات بتكسب شوية في حتة الشبكة. وصلنا للمفاجأة، والمفاجأة يا جماعة إن الزوزة عامل سلسلة فيديوهات الزوزة في الإمارات.
فلو انت جديد او ناوي تيجي الامارات او قديم في البلد، باذن الله الفيديوهات بتاعتي هتفيدك جدا. فلازم تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان تتابع فيديو هينزل باذن الله في القناه. كان معكم الزوزة من سلسله فيديوهات الزوزة في الامارات. سلام.